هو عادة يعني ما بصورش في المود ده. الساعة دلوقتي 2 بالليل. مش عارف الفيديو ده ينزل ولا لا، بس قلت افتح كاميرا اتكلم مع فيورا شوية. فيورا دي الكاميرا اهو. في ناس في حياتك بيبقوا بالنسبة لك نفس قيمة 10,000. يعني مثلا دول 10,000 بني آدم، فدول في قيمة لوحدهم، والإنسان ده في قيمة لوحده. فليه بارتيشن كده في قلبك معين جدا، وانت متعلق بالشخص ده جدا. والقلب سبحان الله يعني غريب جدا في التعامل، اخطر حاجة بتتعامل معاها، لان انت بتبقى شخص تاني خالص، مسيطر عليك حاجات تانية خالص. وممكن لو في سنة عرفت حد اتكلمت عنه وجي الفيسبوك عمل لك ميموري كده، تقول ياه مستحيل انا اللي كتبت الكلام ده. حتى الناس بتستغربك، تقعد تقول لك انت يا ابني انت مش انت، ايه البوست اللي انت بتقعد تعملها دي، ايه الكلام اللي انت بتقعد تقوله ده فوق، وانت بتبقى شايف نفسك فايق جدا. لان كل اللي متحكم فيك هو قلبك. هو ده التعلق بقى. يعني انت سبحان الله ان احنا مش من حقنا نتعلق بحد للدرجة دي، وان هو يوصل للدرجة دي في قلبك لدرجة ان هو تتأذي بقى خالص يوم ما تفقده، وتحس بقى ان الدنيا سودة زي ما بتقول صح، وما بقاش فيها حاجة وخلاص، ما بقاش فيها هدف انت عايش ليه. لان كل اللي كان بيحركك هم شوية عاطفة. تبتدي بقى تتخيل شوية افلام، تمشي في وسط الشارع وانت بتعدي الطريق من غير ما تبص، بس في اللحظة دي اللي بينقذك هو عقلك، يقولك لا انت هتموت ارجع. فانت بترجع. سبحان الله يعني ما ينفعش نتعلق بحد بالدرجة دي. حتى زوجتك، حتى اولادك، حتى امك وابوك. احنا كلنا بالظبط عاملين مجموعة دوائر. احنا مجموعة الدوائر دي، حط بقى هنا زوجتك، ولادك، امك، اختك، اخوك. احنا كلنا مجموعة الدوائر دي. التعلق بينا وبين بعض بيبقى في حد مسموح. يعني مثلا نفترض نتكلم عن الزوجة، بما ان العلاقة دي ربنا بيقول ان انت بتسكن في الروح دي. فمثلا انت وزوجتك تحبوا بعض، بس عارفين ان انتوا بتستمدوا الحب ده من ربنا سبحانه وتعالى. فما ينفعش الحب ده يطغى على الحب الاكبر. ليه؟ لان ساعتها ربنا بيغير جدا على قلوب عباده. ما ينفعش تحبها اكتر من ربنا سبحانه وتعالى، لان ساعتها انت هتتأذي. وهو ده بالظبط اللي بيحصل، والواحد ما بيفسروش غير بعد ما بيمر باكسبيرينس صعبة جدا، وما بيعرفش يفسره بعد ما بيمر بيها على طول. لا، لازم يخرج من الاكسبيرينس دي ويتعافى عشان يعرف يتكلم عنها. ربنا بيحبنا، ومن علامات الحب الغيرة، وهو بيغير على قلبك عشان عارف ان انت هتتأذى لو تعلقت، عشان هي كده كده مرحلة انتقالية. فما ينفعش تتعلق بأي حاجة فيها بالشكل اللي يخليك تعشق. حتى العشق ما اتذكرتش في القرآن، عشان لما بتعشق تبتدي تقول كلام غريب، تحس ان انت شاعر. حتى اكتر الناس اللي بتتعذب وبتبتلى هم اهل العشق. صح يا فيورا؟ طب ايه، طيب هننزل فيديو ده ولا لا؟